تقديرا واحتراما للمنتخب المغربي العظيم، المنتخب اللي شد كبار افريقيا في زاويه بكفك. يهديكم ربي ويخليكم من الحقد والحسد. المنتخب المغربي وصل ليفل انه توا ينجم يسحق اي منتخب واي فريق تتخيله في دماغك مهما يكون. وصل للليفل عالمي، نحكيو على لاعبين لعبت في برشلونه وريال مدريد ودورتموند واليونايتد والانتر وبايرن مانشن الخ 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 الخ. سيب عليكم من لغه حكم ولغه رشوه ولقجع. فما فريق هكا عمل الفرصه ولا وصل للمرمى وسجل والحكم قال له ليه. يهديكم ربي، يتفرجوا في كرة القدم وفهموا كرة القدم. أي فريق يجي قدام المنتخب المغربي حاليا تلقاه في زاوية واقف ما يتحركش. وخليكم من الحسد والحقد وكونوا فخورين بفريق افريقي عربي وصل للليفل كيمن هكا ولا يشرف في العالميه والناس تتنبأ له حتى انه يهز كاس العالم. القجع اللي جاب نصف نهائي كاس العالم 2022، القجع اللي جاب كاس العالم للشباب، القجع اللي جاب كاس افريقيا للسيدات، القجع اللي جاب مش عارف شنية. احترموا الانجازات، عباد اشتغلت على روحها وعملت كرة قدم ونهضت بالرياضة لمستوى عالي جدا. احترموا وخليكم ساكتين.